بدون لحوم ولا تكاليف كتير هتعملي لأولادك أكلة صحية اقتصادية مغذية جدا ليهم، فعلا هتعجبهم جدا. وانا لما بعملها لهم بقول لهم ان هي بيتزا وبيفرحوا قوي قوي. يلا بينا نشوف وصفتنا البسيطة قوي دي مكونة من ايه. وقبل ما ابدأ الفيديو انا اسماء طاهر، اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وما تنسوش اللايك. اول حاجة معايا هي البطاطس، وهستخدم بطاطساية واحدة تكون كده ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، حجمها كويس. وبعدين ببشرها في المبشرة في المكان الضيق بتاع المبشرة، الجزء اللي في الجنب الضيق. وبصلاية كمان ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي، برضو بشرتها بس مش في المكان الضيق، في المكان الواسع عادي خالص. وحزمة بقدونس كاملة، طبعا حزمة اليومين دول هي حزمة كاملة نحطها، وكمان لو حزمتين مفيش مشكلة خالص. بنحط بس الورق بتاع الحزمة. وهنا كام عود كده من النعناع حلو جدا، برضو بنحط الورق بتاعه بس بالشكل ده. وطبعا المقص بتاع الخضرة ده بيسهل عليكي جدا. يعني بصوا انا بمسك هنا العود بالشكل ده، وببتدي ان انا الاوراق بس اللي انا بقصها كده، وكده خلاص اتعملت بمنتهى البساطة. كده خلاص البصل والبطاطس والنعناع والبقدونس. هنا بقى عندي نص فلفلة صفرة ونص فلفلة حمراء طماطميتين كده وسط، والفلفل ده كان كبير الاصفر والاحمر، فانا خدت نص من هنا ونص من هنا. كل ده هبتدي ان انا انزله على بعض بالشكل ده. وهتكون بقى التركة هنا هنقلبهم كويس قوي، وبعدين هنبتدي ان احنا ننزل عليهم بالدقيق. قد ايه من الدقيق؟ 3 معالق من الدقيق، وننزل عليهم هما قبل ما نحط البيض، علشان الدقيق هيكلكع في البيض ومش هيبقى كويس معايا. كمان لسه هنحط بيكنج باودر بس مش دلوقتي، هقول لكم امتى. حطينا 3 معالق كبار من الدقيق مش مليانين قوي، وقلبناهم كويس قوي بالشكل ده. كمان هنحط التوابل بتاعتنا برضو قبل ما ننزل البيض بتاعنا، الخطوات دي مهمة. والتوابل كانت معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة 7 بهارات، وربع معلقة من البابريكا والزنجبيل وكزبرة ناشفة، ورشة بسيطة جدا من القرفة. ولو ما عندكيش اي نوع من التوابل ده مفيش مشكلة، بس طبعا اساسي معانا الفلفل الاسود. برضو هنقلبهم كويس قوي لحد ما يمتزج كل ده مع بعضه تماما. وبعدين في نفس الطبق مش هنبهدل اطباق تانية، بس هنجيب الخضار اللي عملناه ده على جنب كده زي ما شايفين بالمعلقة، وهنحط 4 بيضات على الخضار اللي انا ذكراه دلوقتي بالكميات اللي انا ذكرتها دلوقتي. برضو للتأكيد برش رشة فلفل اسود على البيض برضو، علشان ما احسش باي حاجة في البيض مش مستحبة. وبنرجهم كويس بالشكل ده. وبعدين بنبتدي ان احنا نقلب كل ده مع بعضه بقى مع الخضار مع البيض، وهنعمل بيهم احلى اقراص عجة ممكن تاكلوها في حياتكم. قد ايه الاكلة دي مغذية جدا جدا جدا. هنا بقى هنبتدي عند التحضير، يعني لما هعملها على النار هاخد بس على قد اللي انا هعمله، هحط لهم رشة كده من البيكنج باودر بالشكل ده، وهنقلبهم كويس. وبعدين طاسة فيها يدوب معلقة من الزيت، اول ما تسخن معايا بنزل بالشكل ده، وبعدين بنوطي وبنغطي عليها تستوي. ما نقلبهاش غير لما نحس انها اتشمعت تماما من فوق ما بقتش سايحة، علشان لما نقلبها تكون استوت معانا، والخليط ما يكونش فيه كده بيض ومية ويدلدق مننا ومش مستحب. اول ما تستوي معانا على طول من الجهة التانية بنطلعها على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في المرة التانية مش هنحط زيت تاني، احنا حاطين، هنبتدي ان احنا نحط تاني بنفس الطريقة ونفس كل حاجة هنكررها تاني. ممكن بقى نبتدي ان احنا نحط معلقة تاني من الزيت امتى؟ لما نعمل ونحس ان خلاص الطاسة بتاعتنا اتشربت من الزيت تماما وبقت ناشفة، نبتدي نحط لها معلقة من الزيت ونشتغل تاني برضو لحد ما نلاقي الزيت اختفى. بسيطة وسهلة وسريعة، ممكن تعملوها في الفطار سهلة جدا، في العشاء سهلة جدا، والله عايزينها في الغدا برضو مفيش اي مشكلة خالص. ممكن كمان تبشروا في المكان بتاع المبشرة الضيق ده كوسة وجزر، مفيش برضو مشكلة ابدا. تبقوا دخلتوا لاولادكم كمية الخضار اللي هم محتاجينها في وجبة هتعجبهم قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.